السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل والنشاط والورد والياسمين على أطيب ألوف في الدنيا، وحشتوني كتير، 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 ربنا يخليكم ليّا أطيب ألوف في الدنيا، وشكرًا على سؤالكم وكلامكم الطيب، وشكرًا على دعمكم، رغم إن ما كنتش باشتغل في القناة زي ما أنتم عارفين ليّا فترة، وكنتم بتشجعوني برضك وتشاهدوا الفيديوهات القديمة، جزاكم الله خير، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. وشكرًا لكم جدًا لوقفتكم معايا كده في شغل القناة عشان ما تقفش، أنتِ عارفة بقى اللي ما بيشتغلش في القناة بقى تقف وكده هي كده واقفة بس يالّا الحمد لله. أقول لكم على سبب بقى غيابي، ربنا يخليكم ليّا أطيب ألوف في الدنيا، والنهارده روتين جميل جدًا، روتين مسائي كده يخلّي يومِك كده كلّه كده روقان وراحة بال وراحة نفسية رهيبة ما أقولكمش. الواحد كده يضبّط الدنيا كده من بالليل يقوم كده الصبح كده يبقى الواحد يبقى رايق. دلوقتي هاقول لكم أنا أحط إيه أعمل خلطة كده للصابون كده حلوة، حطيت الصابون كده العادي وأحط كده بيكنج صودا أو كربوناتو، أحط كده معلقة وأحط بقى كمان شوية خل، وكمان هاعصر عليها كده ليمونة، فالخلطة دي يعني هتخلّي المواعين كده تلمع معايا كده تدّيها لمعة حلوة، وكمان إيه، بتدّي رغوة حلوة أوي. جبت ليمونة كمان كده أعصرها وأقلّبها بقى كل ده الخلطة كلّها مع بعض، خل وكربوناتو والليمون، وكمان أنا نزّلت بقى كوبايات الإزاز، قُلت بقى عشان أدعوكم بقى بالخلطة دي تدّينا بقى لمعة جميلة جدًا، فنزّلت كل الكوبايات اللي عندي. قلّبتهم بقى كويس وهابدأ بقى كده أعمل بيهم، شوفي لونهم بقى فتّح إزاي، لقيته كده تقِل كده بقى تقيل أوي كده الصابون كده ولونه فتّح، شوفي اللون مختلف إزاي وكمان أتقل. هنسمي الله كده وأعمل كده شوية دلوقتي اللي فضلوا قُلت أحطهم هنا وكمان أحط عليهم إيه، حطيتهم على بعضيهم كده وأقلّبهم تاني. يا حبايب قلبي كده أنا طبعًا أنتم عارفين إن أنا إيه، خدت هدر كده يعني وقعت كده الوقعة اللي أنا وقعتها دي، فطبعًا أثّرت عليَّ طبعًا على ضهري وكده. وكمان بقى لمّا غسلت بقى بعديها على طول وأنا تعبانة، فطبعًا أنا تعبت أكتر، فطبعًا بقى كنت مش قادرة طبعًا أصوّر، وكمان بقى الامتحانات بقى أنتم عارفين دلوقتي إحنا في الامتحانات، طبعًا مشغولين مع الأولاد عشان الامتحانات وكده ويعني كام سبب كده برضه، يعني وكمان سبب برضك قُلت كده إيه، فرصة برضه كده آخُدها يعني أجازة بمعنى أصح كده آخُدها يعني أرتاح كده نفسيًا كده، أنتم عارفين شغل القناة ديّة والمجال ده صعب أوي يعني مش غير كده كمان الشغل ومجهود وكده، لأ كمان هي ضغط أعصاب ونفسيًا ما أقولكمش يعني. أي حد في المجال ده عارف كلامي، وأنا عارفة ليّا أصحاب كتير نفسيتهم تعبانة ومش عارفة إيه، وضغط ومش عارفة إيه، يرجعوا يقفوا ويرجعوا يستمروا تاني، يقولوا مش هنشتغل ويرجعوا تاني. فهي الصراحة إحنا مجال صعب. طبعًا إحنا عاملينها كلّنا مصدر رزق، فبالنسبة للمجال ده بالنسبة الموضوع ده فمأثّر علينا إن إيه، إن ما فيش مقابل أساسًا، بنتعب وكل التعب ده ما فيش مقابل، فيالّا الحمد لله، فده اللي بيأثّر علينا شوية، بس طبعًا إحنا الواحد بيرجع تاني، ما اقدرش أستغنى عن كلامكم الطيب ودعاكم الحلوة، دي الصراحة اللي بتفرّحني وتخلّيني أرجع تاني، ربنا يخليكم ليّا ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب. والصراحة ليّا مدة ليّا يومين كده ليّا كام يوم كده عاوزة أرجع، مش عاوزة أرجع، أرجع تاني للضغط النفسي، الواحد كده قعد كده في هدوء وراحة نفسية ما أقولكمش يعني، أرجع تاني للضغط وتعب الأعصاب، وكمان طبعًا التصوير والمونتاج وكل ده بياخد وقت مننا ومجهود، فطبعًا يعني بياخد وقت من يومنا وبتاع، كده يوم كده يبقى للأولاد والبيت كده يبقى اليوم معانا كده طويل معانا كده فيعني من كل جهة يعني، عامل كده زي الطفل كده يبقى أنا مش اللي ما بيحبش المدرسة مش عاوز يرجع المدرسة، بس لأ، أنا باهزر معاكم كلنا بنحب المدارس يا أطفال، كلنا بنحب المدارس وعايزين نرجع للمدارس على طول، مش عاوزين الأجازة تطول. ربنا يسعدكم يا رب. بس كده يا حبايبي، بس بقى قُلت بقى لأ، شجّعت نفسي كده قُلت لأ أرجع عشان أنتم الصراحة وحشتوني، وحشني كلامكم الطيب. يعني وممكن برضك ما اضغطش على نفسي أوي، ما انزّلش يعني فيديوهات كتير يعني أنا كده الواحد ما يضغطش على نفسه أوي.
في نفس الوقت برضك عشان القناة ما تقفش، وبرغم إن هي واقفة يعني، بس زي على رأي المثل ضرب الأعور على عينه خربانة خربانة. هي كده واقفة، بس يعني بس ما تخربش أكتر وأكتر. يعني برضك تعب مجهود وسنين، يعني الواحد برضك بتصعب عليه المجهود والسنين ده كلها. يالّا ربنا يكرمكم ويسعدكم يا رب، وكل إخواتي اللي في المجال وأنا عارفة إن هُم تعبانين أوي، اصبروا وإن شاء الله خير. ربنا يكرمنا جميعًا. يعني إحنا بنقعد بقى نواسي بعض ونصبّر بعضينا، كل كل واحدة بتقول خلاص مش هاستمر واقفل القناة، لأ، بنرجع نشجّع بعض ونصبّر بعض عشان إحنا الواحد بقى صعبان عليه، يعني عارفين بتعب ومجهود هي اللي عايشاه إحنا عايشينه، إحنا تعبنا زيّها وعارفين تعبت قد إيه وتعب سنين، بنشجّع بعض. ربنا يكرمنا جميعًا إن شاء الله. أنا عملت بقى المواعين بالخلطة الجميلة دي، صراحة حلوة أوي، وكمان بترغي وتدّي لمعة إيه ما أقولكمش. بس طبعًا التصوير يعني اتظلم الصراحة الصابون. طبعًا ده زي ما قُلت لكم ده كان روتين بقى مسائي كده بالليل كدهِ، كنت بقى أروّق بقى المطبخ كلّه. طبعًا تقوم الصبح بقى الدنيا إيه، جميلة كده ورايقة المطبخ رايق. طبعًا أكتر حاجة بتضايق الواحد هو المطبخ. المطبخ يبقى مكركب يبقى حاجة مش معقولة. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم كده ويبقى ضيوف كده خفاف على قلوبكم، وما تنسوناش بتعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني دايمًا وتخلّيني أرجع تاني وأستمر. ما تنساش بالتعليقات يا حبايب قلبي كدهِ، جزاكم الله ألف خير. حطيتهم بقى ورايا أصفّيهم وألمّهم بقى على طول. الأطباق اللي جنبي ديّة طبعًا أنا زي ما أنتم عارفين بقى مملى فيها مَيّة وأركنها لأي ظروف، تقطع الحنفية وكده تبقى عنده مَيّة. والطبق اللي كنت ماسكاه ده طبعًا فيه حبّة النعناع اللي كنت ماسكاه في الأول ده، سِبتهم بقى كده ينشفوا. الشاي بالنعناع ده ما أقولكمش رهيب يعني. أنا قُلت برضك بعد ما أخلّص كده أهو وأكافئ نفسي بقى وأعمل كوباية شاي بقى كدهّة بعد ما أخلّص كده كوباية شاي بالنعناع كدهّة. طبعًا الواحد ما يعرفش بقى يشرب بقى والّا يقعد براحته كده أمّا يخلّص بقى اللي وراه. أنا خلّصت بقى كدهّة وهالِم بقى فيها كل المواعين كده وأرصّهم، عشان أحس بقى الدنيا كده راقت حواليّا كدهّة والمطبخ كده راق. ما أحبش أنا منظر الرخامة بيبقى مكركبة كده، ولا أحب أرُص عليها حاجات، باحب هي تبقى فاضية كده. مش عارفة باحب لمّا أكون مرصوصة في حاجة باحس إن هي الدنيا مدربكة حواليّا، مكركبة يعني حواليّا. حتى البرطمانات اللي هي المحطوطة ديّة لمّا فضِت رُحت حُشْتها، يعني فضّيت الرخامة خالص. برطمانات المخلل دول حُشْتهم خالص. بس طبعًا دول بقى كنت عاملاهم بقى في فترة الأجازة اللي كنا فيها ما صوّرتش بقى طبعًا. فضّيت بقى الرخامة خالص وحِشْت بقى البرطمانات المخلل بقى وفضّيتها خالص. البوتاجاز هو كان نضيف بس قُلت برضك إيه أدّي له لمعة كدهّة، ومسحت بقى كده الأرضية والمطبخ إيه بقى فُلّة، شمعة منوّرة. هنا بقى أعمل بقى كوباية بقى اللي هي الشاي بالنعناع، أحط عودين كده أخضر كده. أنا باحبه كده يعني الشاي خفيف ما باحبوش التقيل يعني. إيه رأيكم بقى في النعناع ده بقى، شكلها لوحدها كده تحفة. ألف سلامة يا حبايبي.